أسعد الله فاضل طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله وكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج 275 طالبا وطالبة. تنظيم دورة تدريبية بمدينة غرداد حول إعداد السماد الطبيعي. تنفيذ أنشطة مرضية لحماية التربة والمياه في الإقليم الأوسط. صواريخ تستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق ولا إصابات. البنك المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى. الإعصار قيامي يتسبب بإجلاء 300 ألف شخص في الصين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. خرجت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية اليوم 27 من يوليو 275 طالبا وطالبة في الدفعة الثالثة لها، حيث تخرج 12.7% منهم بدرجة البكالوريوس و87.3% بالدبلوم، و4 في تخصص طب الأطفال و1 في تخصص النساء والولادة. وقالت وزيرة الصحة أمينة نور حسين أن جهود الحكومة لضمان تكافؤ الفرص التعليمية في جميع المناطق تحقق نتائج كبيرة، وحثت الخريجين لتعزيز معارفهم وقدراتهم المهنية إلى جانب عملهم في خدمة الشعب. وأوضح عميد كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية البروفيسور يمان سيوم أن الكلية تنشط لضمان جودة التعليم الطبي وجودة العلاج القائم على العلم وخدمات رعاية المرضى والأبحاث الطبية العليا. وهذه السنة تم تقديم الدراسات العليا في تخصصات طب الأطفال والنساء والولادة، وكذلك الطب العام وعلوم المختبرات السريرية بدرجة البكالوريوس، والتمريض العام وفني في مجالات طب الأسنان والصيدلة والصحة البيئية والمختبرات الطبية والأشعة السينية بدرجة الدبلوم. وحث البروفيسور يماني الخريجين على الخدمة برحمة وثقة ونزاهة. من جانبه قدم ممثل الخريجين الشكر نيابة عن الخريجين للشعب والحكومة لإتاحتها فرص التعليم المجاني. وتم في المناسبة توزيع شهادات على الخريجين والميداليات على المتفوقين. هذا وقد تأسست كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في سبتمبر 2018 من خلال دمج كلية أسمرة للعلوم الصحية وكلية أوروتا للطب وطب الأسنان. نظم مكتب وزارة الزراعة في مديرية غرداد دورة تدريبية للمزارعين لمدة شهر في مجال إعداد الأسمدة الطبيعية. هدف التدريب النظري والعملي لاستبدال العملية السابقة التي كانت تستغرق من 3 إلى 6 أشهر في إعداد الأسمدة الطبيعية بطريقة يمكن إعدادها في فترة تتراوح من أسبوع وحتى شهر ونصف. وقال منسق حماية التربة والمياه والتنمية المروية في المديرية المهندس تخلي هيمانوت يعبيو لوكالة الأنباء الإريترية إرينا أن التدريب هو استمرار للتدريبات السابقة في إعداد الأسمدة الطبيعية الصلبة والسائلة في أقصر وقت. وذكر أن ما يميز هذا التدريب عن سابقه هو أنه يمكن استخدامه في وقت أقصر وعلى مساحة أكبر وبكميات أقل. وأوضح المتدربون بأن التدريب ساهم بشكل كبير في توفير الوقت والتكاليف، وسيحاولون استخدامه ونقل المعرفة للآخرين. وقال مسؤول الزراعة في مديرية غرداد السيد تيدروس زغرغيش أن الأولويات تتمثل في تعزيز الأنشطة الزراعية العلمية التي تزيد الدخل وتقلل تلوث التربة والمياه والبيئة وتضمن الصحة العامة، وحثهم على نقل المعرفة المكتسبة إلى الآخرين. حققت أنشطة حماية التربة وحفظ المياه في الإقليم الأوسط نتائج مرضية. وأوضح مسؤول فرع حماية التربة وحفظ المياه سيد كستي قبر قرقيش أن الأنشطة ركزت بشكل أساسي على تدريج المزارع والمدرجات الحوضية، وأشار إلى تنفيذ أعمال بناء المدرجات الحوضية في مساحة 250 هكتار والمدرجات الزراعية في أكثر من 1300 هكتار بتضافر جهود المجتمع وأعضاء قوات الدفاع والمؤسسات الحكومية. كما أشار إلى بلوغ عملية بناء السد عد حوشة في مديرية قالة نفحي إلى 38%، وإكمال خريطة بناء سدود عد بدل وشندبلق وعد جن وماي دمنت، ووجود خطة لتركيب الطاقة الشمسية. هذا وتجرى عملية الزراعة المروية في مساحة أكثر من 1500 هكتار بالاستفادة من مياه 133 سدا كبيرا ومتوسطا في الإقليم الأوسط. عقد الاتحاد الوطني للمرأة فرع ساوا ومؤسسات التعليم العالي سيمينارا يومي 24 و25 من يوليو لممثلات طالبات الكليات في المكتب المركزي للاتحاد. وأوضحت مسؤول الدائرة ساوا ومؤسسات التعليم العالي في الاتحاد السيدة أبراش عبتاي أن السيمينار هدفه لتنشئة المرأة المسؤولة والقيادية
من جانبها أوضحت مسؤولة الشؤون التنظيمية في دائرة ساوا ومؤسسة التعليم العالي الشابة يوهانا تولي أن السمينار ينظم مرتين في العام. وذكرت الشابة هناء محمد عثمان من المشاركات أهمية السمينار، وقالت أنها ستطبق المعرفة التي اكتسبتها في كليتها. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح والثلوج والتي هطلت في 22 من يوليو بضاحية مألويا بمديرية عد قيح في إتلاف 75 هكتارا من المزارع. وذكرت مديرة الضاحية السيدة محرة أبرهة بأن الأمطار المصحوبة بالرياح والثلوج التي استمرت لساعتين دمرت 40 هكتارا من الذرة الرفيعة و25 هكتارا من الذرة الشامية، وتسببت في انهيار السد في إنباج لاي. كما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في ضاحية تخندع في نفس اليوم في إتلاف المحاصيل الزراعية. وأفاد السكان بأن معظم المزارع تضررت من الأمطار المصحوبة بالرياح والثلوج، وأن انهيار سد فرس أدى إلى حدوث مشكلات في توفير مياه الشرب. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. قالت مصادر أمريكية وعراقية أن عدة صواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية التي تتمركز بها قوات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، دون أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني عراقي القول أن 4 صواريخ سقطت في محيط قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق ولا توجد إصابات. كما نقلت عن مسؤول أمني عراقي آخر القول أن قاعدة عين الأسد العسكرية استهدفت ب3 صواريخ وطائرة مسيرة دون وقوع إصابات، مضيفا أن الصواريخ والمسيرة استهدفت أطراف قاعدة عين الأسد. من جهته قال مسؤول أمريكي أن الصواريخ سقطت خارج القاعدة بدون أن تسبب وفق تقارير أولية خسائر بشرية أو أضرارا مادية، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا القصف. رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين لوقف التضخم المتصاعد في الاقتصاد المحموم الذي تضرر من العقوبات الغربية. ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة، مشيرا إلى أن التضخم قد تسارع ويتزايد بصورة أكبر من توقعاته. وقال البنك في بيان أن المخاطر التضخمية كانت مدفوعة بتوقعات التضخم المرتفعة وتغير شروط التجارة نتيجة للتوترات الجيوسياسية، في إشارة إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وقام البنك بتعديل توقعات التضخم لهذا العام من 6.5% إلى 7%، وقال أنه قد يدرس زيادات أخرى في سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعاته المقبلة. وأشار إلى أن عودة التضخم إلى هدف 4% يتطلب ظروفا نقدية أكثر تشددا بكثير مما كان مفترضا في السابق. في الخبر الأخير، أدى الإعصار قيامي إلى إجلاء نحو 300 ألف شخص وتعليق حركة وسائل النقل في شرق وجنوب الصين وفقا لوسائل إعلام رسمية. كما أدى هذا الإعصار إلى سقوط 5 قتلى في جزيرة تايوان المجاورة. ويعد قيامي عنف إعصار ضرب أراضي الجزيرة منذ 8 سنوات مع رياح بلغت سرعتها 190 كم في الساعة. ووصل الإعصار إلى اليابسة في البر الرئيسي للصين حيث تراجعت شدته، لكن ما زالت الأمطار تنهمر بغزارة على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد. وفي مقاطعة فوجيان شرق المواجهة لتايوان أجلي أكثر من 290 ألف شخص خوفا من الفيضانات وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة. وقالت وسائل إعلام رسمية أنه من المتوقع أيضا أن يتسبب الإعصار بهطول أمطار غزيرة على إقليمي جيانغشي وهينان في وسط البلاد. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. كلية أوروبا للطب والعلوم الصحية تخرج 275 طالبا وطالبة. تنظيم دورة تدريبية بمدينة غرداد حول إعداد السماد الطبيعي. تنفيذ أنشطة مرضية لحماية التربة وحفظ المياه في الإقليم الأوسط. صواريخ تستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق ولا إصابات. البنك المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى. والإعصار قيامي يتسبب في إجلاء 300 ألف شخص في الصين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.